اكيد جماهير بورسعيد واحنا كجهاز فني ولاعبين سعداء بوجود مجلس الاداره الجديد، وبنشكر مجلس الاداره القديم الاستاذ سمير حلبيه. لكن احنا كطموح كبير، واشتغلت مع الاستاذ كامل ابو علي في المرحله من مراحل كان من احسن الفترات اللي كانت موجوده في النادي المصري. مجلس الاداره بقياده الاستاذ كامل ابو علي اعتقد ان هم عندهم طموحات تليق بطموحات جماهير بورسعيد النادي المصري وطموحات الجهاز الفني واللاعبين. انا متاكد تماما ان شاء الله في المرحله اللي جايه هيبقى فيه انتعاشه كبيره للنادي المصري ان شاء الله باداء ونتيجه، نتيجه المسانده اللي موجوده من الاستاذ كامل ابو علي ومجلس الاداره. للناس اللي هم من اول ما جيت كلهم حوالينا، الاستاذ الحسين ابو عمر والاستاذ ياسر يحيى والاستاذ محمد موسى. فاعتقد يعني طول الوقت مع الفريق وبمسانده الاستاذ كامل ابو علي من خلال متابعته للفريق. فان شاء الله يعني النجاح لنا كلنا، بس اهم حاجه كلنا بنسعى لنجاح وفرحه جماهير بورسعيد ان شاء الله. طبعا في الحقيقه انا مش بقول توليه، انا بقول تكليف من جماهير بورسعيد. ليهم يعني معزه كبيره جدا عندي، وليهم حب وتقدير من اول تعاملي مع الحاج سيد متولي الله يرحمه لحد كل رؤساء المجالس اللي كانت الفتره اللي فاتت. التكلفه بالنسبه لي او جهازي الفني والاداري وكل المجموعه اللي معايا هي تكلفه من جماهير بورسعيد، جماهير النادي المصري وكل الناس المحترمين في مجالس الادارات اللي فاتت، وحاليا المجلس الاداري اللي موجود بالكامل. اعتقد اني يعني انا جاي اتمنى والجهاز ان شاء الله نكون عند حسن الظن. الفترة اللي احنا كنا فيها في كل مرة بنيجي بنبقى نادي المصري في ظروف صعبة جدا، ويشاء ربنا بالثقة اللي موجودة من جماهير بورسعيد ان احنا بنحاول نوزن الامور ونرجع الامور او ظروف النادي المصري اللي احنا بنيجي فيها. بنحاول ان احنا نغيرها، بنحاول ان احنا نجتهد. فالكيمياء اللي موجودة مع النادي المصري والجمهور مع بورسعيد، احنا بنحب نشتغل، بنحب المكان اللي احنا فيه، بنتمنى ان يكون عندي حسن ظن الجماهير. بعتبرها تكلفه وانا سعيد بيها، وطبعا ان شاء الله اتمنى بمساعده الجميع مجلس الاداره ومسانده الجماهير بورسعيد ان احنا ان شاء الله ترجع الامور للافضل. وخاصه ان احنا النادي المصري فاتوا بدايه الموسم اللي هي ان كنت تبدا بشكل قوي. البدايه دي هربت من النادي المصري نتيجه الظروف التغيير، زائد اتفاجئت باصابات عديده جدا صعبه. يعني يمكن النهارده الناس اول تمرينه مسكت الفريق احنا اشتغلت ب 14 لعيب ومنهم 3 اجوان، يعني حوالي 17 لعيبه. من تكوين التيم اللي هيبدا والتشكيل الموضوع صعب جدا، صعب يعني من المرات كمان اللي انا مررت الفريق بيمر نواقص فنيه وزائد نواقص اصابات. فاعتقد ان المصارحه والكلام عايز ان شاء الله نكون الناس كلها تبقى في تعرف الظروف ونساعد بعض ان احنا انا والجهاز اللي موجود بنحاول نتغلب على النواقص دي، خاصه في المباراه بتاعت غدا مع الحرس. اصابات كانت لعيبه مهمه جدا، مروان وبعض اللاعبين المراكز اللي هي مهمه جدا موجوده محتاجينها، وان شاء الله وكريم العراقي وحسن وكل الناس دي الاصابات دي ان شاء الله نتغلب عليها. انا والجهاز بنحاول ان احنا نصلح الامور، فان شاء الله نعدي من هنا لحد الاربع مباريات اللي ناقصين اللي في الدور الاولاني لحد يناير ان شاء الله، بمساعده مجلس الاداره ان احنا نشوف نتيجه النقص الفنيه والاصابات ان شاء الله نعوضها ان شاء الله. يعني انا بقول لجماهير النادي المصري والناس محبين النادي المصري حتى من خارج بورسعيد، انا سعيد في النادي المصري ان بوجود جماهير عظيمه زي جمهور بورسعيد والجماهير اللي هي بتحب النادي المصري من خارج بورسعيد. ان لو ان شاء الله النادي المصري هيبقى فريق يليق باسم بورسعيد في الفتره اللي جايه مع التعديلات والاضافات اللي هتيجي ومسانده مجلس الاداره ان شاء الله. واقول لهم يا رب ان شاء الله يكون عندي حسن ظنكم في الفتره اللي جايه، وانا مستني المسانده اللي انا المعنويه اللي انا بحس بيها من ناحيه انا وجهازي
ان شاء الله يكون في الفتره القادمه افضل ان شاء الله. دعواتكم ان شاء الله، وان شاء الله هنخلق يعني هنحاول نبذل اقصى ما في وسعنا كالعاده لاسعاد جماهير بورسعيد. اللاعبين يعني انا بقول ان الاوان ان هم يحسوا ان هم الجماهير الكبيره والمسانده الكبيره من نادي من الجماهير بورسعيد. اللعيبه لازم تعرف النادي المصري من اهم الانديه اللي موجوده مع الانديه الكبيره اللي موجوده في الاهلي والزمالك والاسماعيلي، المصري والاتحاد. والنادي المصري نادي كبير مصنف في الدوري المصري جماهيريا وشعبيا، وفي محافظه كبيره، ومحافظه من المحافظات الأساسية في مصر اللي هي في الكورة وبتحب تعشق الكورة. فأعتقد إن لازم يعرفوا قيمة النادي المصري في الفترة اللي جاية، دي اللي احنا من الجهاز الفني بيشتغل في كل الأمور الناحية المعنوية، والمساندة الكبيرة مش هتيجي من الجماهير غير لما يلاقوا لاعبين بيخلصوا في الملعب ويأدوا اللي عليهم إن شاء الله.